رجعنا تاني. معلش ما انا كان لازم اقطع فاهم بعد الفيديو بتاع مستر بيست. عملنا تحدي ضحك علم علينا جامد صراحه، فكنت لازم ايه نفسيتي تهدى. انا فاهم دفعت مبلغ مش ههزر معاه تاني خلاص. انا مش ههزر معاه، ما ينفعش تهزر معايا والله العظيم يعني. فانا بعد الفهم الخبط اللي جت على دماغي دي، فقلت لازم اهدي لعبه شويه في تحدي الضحك يعني فاهم ايه، ناخد لنا 15 يوم كده حلوين كده فاهم، نريح فيه نفسيتنا وجبنا وكل حاجه يعني. بس قلت ارجع خلاص بقى النهارده مفيش تحدي يعني قصدي مفيش عقاب، هو تحدي ضحك بس مفيش عقاب. العقاب بتاع المره اللي فاتت دوت فاهم بتاع مستر بيست فاهم هيمشي معانا شهرين 3 4 مثلا لحد ما نشوف حاجه فاهم ما تخسرنيش اي حاجه بقى والله العظيم. فالنهارده هنخش نشوف تحدي الضحك، وانا عارف ان الفتره اللي فاتت نزل ترندات كتيره جدا وحاجات غريبه على التيك توك ومش عارف ايه، فهنشوفها مع بعض النهارده بنحاول نمسك نفسنا. بس لو مسكناش نفسنا مفيش مشكله لان مفيش عقاب والله العظيم. المهم يعني المهم، فاهلا بيكم يا جماعه في تحدي ضحك جديد. قبل ما نبدا بس يا ريت تعمل لايك جرس نسيت الكلمه يعني وبس كده. يلا نخش نشوف التحدي يعني ربنا يستر. لحظه هضحك على كل حاجه. اول فيديو معانا بيقول لك لقيت ده ايه بقى؟ ايه ده في ايه؟ اوعى تكتب حته ب 100 جنيه الواحده. حاضر يا باشا حاضر. في ايه والله العظيم؟ ايه ده؟ بيقول لك 100% ايه بالسنت دي؟ بيقول لك 100% هيلسي، اتمنى عصير هيلسي ودوت تقريبا قصب. ماشي مش مطمن بعد كلمه هيلسي دي. ايه ده مش عندهم نفس العصيره بتاعتنا، احنا متطورين اكتر منهم تقريبا. احنا عندنا بالكهرباء هنا فاهم بيعملوها بايديهم يعني. المفروض لحد دلوقتي تمام. وحاط كان تقوى عشان ايه اللي بيطلع من فاهم القصب فاهم بيصفيه اهو، كويس بيعمل ده. احنا بنعمل عندنا كده برضو. ايه مش فاهم والله. غسل الكوبايه المفروض ما اعرفش ميه ايه بقى بس ايه ايه ده؟ يا الله يا الله. طب والله العظيم على فكره الراجل دوت كويس جدا، لان هو حط لك بروتينيه، حط لك فاهم واحد بروتين في وسط السكر الكتير هتشربه دوت. حط لك بروتين يا اخي. احنا اسفين جينا على حقك يا باشا، جينا على حقك عارفين انت عارف مصلحتنا. حط لنا بروتين صافي كمان. اللي بعده الحمد لله شكلك كويس. ايه ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله شكلك كويس. طب يا نور جدعان والله العظيم احنا اتطورنا قوي في المسلسلات والافلام والله. ايه ده؟ الحمد لله شكلك كويس يا اسطى. دي بتفهم دي بتسح قدامك. الحمد لله شكلك كويس شكلك كويس. يا رب اشوف المخرجين والممثلين مش مشكله. انا شكلي كويس انا شكلي اللي بعده في ايه ده؟ You know, he runs into someone coming up the stairs, probably scared the shit out of him. I would be pretty freaked out if I was coming up the stairs and the dog was. هو انا بتهزت برضو؟ اتهزت لي والله العظيم. الصوت مش عالي اصلا وعملت كده اهو. وحش جت في النص كده عبيطه. اوكي بيقول لك قصف معتبر. انت لسانك زفر وانا مش عايز احط عليه. عليك. عارفه طلع ترند. يا عم اوعى بس اعمل اللي انت عايزه. وانت اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. عسل الواد ده والله. شيخ بالله عليك، هو الدخول مع البنات وكده حرام؟ انا داخل معاك اهو ما فيهاش حاجه. ايه؟ اوه اي دي هاء شق صح؟ بيقول لك هاء شق. ايه ده بيلعبوا جولات؟ يا نهار اسود يعني. حتى ولد الشيخ بيلعب جولات يا نهار اسود. والله العظيم افكر اخش جوله مع حد انا كمان. مش فاهم حاسس ان الموضوع بيجيب فلوس قوي ونبطلها بقى. نبطل يوتيوب ونخش نعمل جولات ونلعب ايه فتحل. العب حاجه فتحه العبها طناخه. ايه طناخه؟ مش ما هي بتقال كده بس حاسس انها شتيمه. بس لو شتيمه ماليش دعوه ما اعرفش اسمع. اللي بعده بيقول لك I will teach you how to remove stains on clothes. يعني ازاي تشيل لو في بقع على اللبس بتاعك ازاي تشيلها. علمكم شلون يشيلون الصبغ اذا وقع على الملابس باللاصق. دون اللاصق هنا هيجي. اوكي ايش رايكم شويه لحوم بيه تبون الشحطون هيجي. يا اسطى ده شال جلده. ايه ده شال البطانه كلها. هو ما كدبش هو شالها. شال البقعه وشال الصمغ وشال القماش وشال كل حاجه والله العظيم. شال شعر ظهره كمان. اللي بعده مرة كان هناك شاب اسمه محسن كان يشعر بالحزن والاكتئاب. أحمد محسن. فقرر أن يجلب سلحفاة إلى بيته، فتعلق بتلك السلحفاة وأصبح يحبها ويطعمها. ماشي. وفي أحد الأيام عاد إلى المنزل ولم يجد تلك السلحفاة. حاضر. فأصبح يبحث ويبحث حتى دخل المطبخ ووجدها عند الحنفية تقول: أحمد محسن يا أحمد يا محسن. يا الله انا مش بضحك على بتاع
بقى فاهم مش حلوه خالص، بس الفكره ان انا قلتها في الاول. انا اسف انا اسف انا اسف. عندك ايه ده في ايه الرعب ده؟ استنى بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ونسوي لها يعني ندمج مع بعض، بس كده نحط عليها ده تمثال رمسيس بتاع نفرتيتي نحط مع بعض فيعطيك ده مانيكان والله. ايه ده في ايه؟ يسرق راسك كده شويه لا اله الا الله. ميك اب مش عايز اشوف مش عايز اشوف. كيف ولا ايه؟ ميك اب السهره؟ هو في حاسس ان هم واخديننا في موضوع كبير قوي واحنا مالناش علاقه بيه. مش فاهم الموضوع ده. انا هشوف الفيديو كله ولا في ايه؟ ايه ده؟ والله انا محلم بيها طلع لي من ظهري مثلا ولا حاجه. والله ربنا يستر. بقول لك لما الاقي حد نغمه موبايله كده اليومين دول عادي. سفاح الديزه سفاح الديزه يعني مش بتضحك قوي لان خلاص يعني انا شفتها كتير استراحات يعني بقلم كده في الحاجات ظهرت لي كتير قبل كده في اشكال. ايه يا اسطى هو انا كل ما اقلب الاقيك في وشي؟ ده هو البطل بتاع الفيديو النهارده. هم عايز يسلم عليك يا اسطى. ايه ده؟ سلم لي عليها ربنا يخلي حالكم يا رب. ايه؟ ربنا يخلي حالك. ربنا ايه؟ اللي بعده خلي زي ما كمل يعني. ازيك يا كروان عامل ايه؟ امي حبيبتي ربنا يديك عارفها ده اخوه صح؟ يخليك والله انا بحبك قوي والله ما تزعلش. ازاي كده والله؟ ايه؟ بتعيط عشان الشباب. هو ازاي كده والله؟ صوته حتى لايق يعني. يا ماما ايه ده؟ بص تبليمه يا نهار اسود. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ربنا يعلم بالنيات يا حاجه بس اهدي والنبي. وات از يور ريليجن؟ ايه ديانتك يعني؟ تمام. عايز تختار مسلمه يعني. دوسي عليه مش كده. دوسي على يا انت خدت الموضوع بيرسونال قوي والله. خلاص حضرتك خلاص دوسي انكري انكر صلاً. اهدي 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 اهدي. ماشي ماشي ماشي. اللي بعد اللي بعد. هو ايه الفيديو النهارده مالها غريبه والله العظيم ترعب كلها. مشاهد ما يعلم بها الا ربنا. ازيك؟ ايه؟ ازيك انتي؟ ايه الاخبار؟ زي ما انت شايفه مشغول. كلمتك كتير الفترة اللي فاتت بس ما كنتش بترد عليا. انا كام كلام. انت لسه شايل مني بعد كل الفترة دي؟ كريم ما تحسسنيش بالذنب اكتر من كده. كفايه والله كفايه لحد كده. هستوب الفيديو تقريبا. كفايه لحد كده. اسف اصرف عليا خالص. ماشي يا اسطى نخش على اللي بعده. انت مين يا ابني؟ عشان حاجه والله العظيم والله. عشان حاجه اقسم بالله. بس ده شبه واحد صاحبي. والله شبه صاحبي ابراهيم ده. صح صح الايتور هيعرف شبه ابراهيم والله. اسف ابراهيم. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. لك انا ما كنتش جاهز. ايه ده؟ ايه ده الرعب ده؟ ايه ده؟ ايه اللفه دي؟ هو لفه بطيئه وكده ليه؟ فاهم؟ لف كده اهو والله يا ابن اللعيبه. ده فلتر يرعب. ماشي ماشي ماشي. اللي بعد اللي بعد. وانت واقف في المطبخ بتحكي لامك اهم قرار مصيري هتاخده في حياتك. ترو. هي ترو الصراحه. ترو والله العظيم ترو. ما تنكرش. اكتب في الكومنتات لو تنكر في الكومنتات هتبقى كداب. الفكره ان هي تبقى سامعاك وانت مش سامع نفسك بس هي سامعاك. سبحان الله والله العظيم سبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ allow me allow me. ايه ده؟ في ايه؟ يا بقى حاج ده ايه ده؟ ده ضارب فراخ بروست. اخر فيديو. اخر فيديو اخر فيديو. بيقول لك هذا جمل كذا كيف لو اسد يعني. ماشي. ده جمل ده جمل داخل عليهم. ايه ده في ايه؟ في لا اله الا الله لا اله الا ايه ده؟ هم دخلوا بيت جيري ولا ايه ده؟ ده في فتحه هنا في البتاع والله العظيم. البيت الفار عارف انت البيت جيري بتاع في توم جيري. دخلوا بيته ولا ايه؟ مش فاهم. بص هم بقوا ده سرداب ده مش فاهم. لا اله الا. طب كويس والله كويس ان انا ايه بعدت فتره
فاهم يعني لقيت حاجات اقسم بالله النت دوت فاهم، كل ما تبعد عنه فتره ترجع تلاقيه اسوأ من اللي قبليه والله العظيم. يلا الحمد لله خلصنا وخلصنا والله العظيم. خلصنا الحمد لله بس كده. نقعد لنا شهرين 3 كمان من غير حد يحكي بقى والله العظيم، كفايه نفسيتي تعبت. المهم وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. لو كده عجبكم الفيديو تعمل لايك واشتراك ما تنسوش كلهم انستجرام وتويتر تيك توك كلهم اهم. واشوفك انا الفيديو الجاي ده لو انا عندي نفس وبس كده. اشوفك الفيديو الجاي بس كده. يلا جود باي.